السلام عليكم متابعينا الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد. في إطار استعدادات المملكة المغربية لاحتضان منافسات كأس العالم 2030 من خلال الملف المشترك مع كل من إسبانيا والبرتغال، سيتم تنفيذ جملة من المشاريع تهم تطوير البنيات التحتية الرياضية واللوجستيكية والسياحية من خلال أوراش عملاقة ستغير وجه المغرب في أفق سنة 2030. وبدأت فعلياً أشغال بعض من هذه الأوراش، فيما ستنطلق أشغال الأوراش الأخرى خلال الأشهر القادمة. في هذا الفيديو سنتعرف على هذه المشاريع بكل تفاصيلها. توسيع المطارات. تستعد المملكة المغربية لتوسيع مرافق مطاراتها بتكلفة تتجاوز 5 مليارات درهم، وذلك استعداداً لاستقبال 40 مليون مسافر خلال سنة 2030 في إطار الملف المشترك لتنظيم كأس العالم مع كل من إسبانيا والبرتغال. وحسب المعلومات المتوفرة سيتم تخصيص ميزانية قدرها 1,998 مليون درهم لبناء محطة جوية جديدة بمطار الرباط سبلة، و350 مليون درهم لتطوير منطقة T1 و T2 كمنطقة جديدة للوصول بمطار محمد الخامس، بالإضافة إلى تطوير مطار تطوان بتكلفة 61 مليون درهم، وتحسين البنية التحتية لمطار الحسيمة بتكلفة 261 مليون درهم. وفي السياق ذاته تم تخصيص ميزانية قدرها 1,464 مليون درهم لبناء محطة جوية جديدة بمطار طنجة، 1,688 مليون درهم لتوسيع المحطة الجوية رقم 1 بمطار مراكش، وتحسين المحطة الجوية لمطار أكادير بتكلفة 1,392 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص 212 مليون درهم لتطوير البنية التحتية المطارية لمطار الداخلة، 278 مليون درهم لمخطط مديرية الشحن الجوي 4 ملايير، و5 مليون درهم لبناء محطة جوية جديدة بمطار محمد الخامس الدولي. مشروع القطار الحضري بمدينة طنجة لعل من أكبر المدن التي تستعد بشكل كبير لاحتضان كأس العالم 2030. نجد مدينة طنجة شمال المملكة مشاريع متعددة أنجزت في عاصمة البوغاز وأخرى قيد الإنشاء، وذلك تحضيراً لاستضافة بطولة كأس العالم، وفي مقدمتها مشاريع النقل. بعد قطار TGV جاء الدور للحديث عن مشروع نقل حضاري داخل المدينة، وفي هذا الصدد تحدثت تقارير منذ سنوات عن مشروع ترامواي قبل أن يختفي المشروع ليعود في صيغة قطار حضاري. وحسب تقارير موثوقة فإن مدينة طنجة، ونظراً لتضاريسها، فإن مشروع النقل العمومي الذي سيكون مناسباً لها هو القطار الحضري وليس عربات الترامواي. وحسب ذات التقارير فإن دراسات سبق أن تم إطلاقها تطرقت إلى إمكانية إنجاز مشروع القطار الحضري الذي سيربط محطة القطار بمطار ابن بطوطة عبر ملعب طنجة الكبير الذي يخضع حالياً لتهيئة أمام مشروع ترامواي. وحسب ذات الدراسات فإنه مكلف وشبه مستحيل بسبب تضاريس المدينة. المشروع المرتقب ضمن استثمارات مونديال 2030 يرتقب أن يبلغ مساره 20 كيلومتراً ليربط بين مختلف الأماكن الاستراتيجية بالمدينة. وحسب ذات التقارير فإن الأشغال قد يتم الإعلان عن انطلاقها صيف العام المقبل. مشروع سياحي ضخم بين الرباط والدار البيضاء. أطلقت وزارة السياحة دعوة لإبداء الاهتمام لتنفيذ مشروع سياحي استثماري على الساحل الأطلسي بين العاصمة الرباط والدار البيضاء على مساحة تناهز 47 هكتار تابعة لأملاك الدولة. وتم اختيار مكان المشروع السياحي على الطريق الوطني شرق مشروع بايا بيتش، في حين لم يتم الكشف بعد عن الميزانية المخصصة لهذا المشروع الذي يأتي ضمن خطة الاستثمار السياحي.